صراحة أني ما ردت أسولف عن مباراة برشلونة وباريس، بس يا أخي جمهور برشلونة يجيبوه قوة إلا السولف. نسولف شوي عن مباراة برشلونة وباريس. جمهور برشلونة قبل المباراة يهايط ومهووسين وإحنا نفوز ومتأملين نفوز. صراحة برشلونة أنا متوقع برشلونة تفوز قبل المباراة، حكم إنه برشلونة ما عندها إصابات فقط رافينيا، وباريس عندها إصابات ديمبلي دوي فارا، وبالإضافة إلى المدافع ماركينيوس البرازيلي أيضا مصاب. يعني كان برشلونة بإمكانه يفوز بحكم بأرضه ملعب لويس كومبانسي، يعني كل الظروف لصالح برشلونة. كل هذا وبرشلونة ما فاز، وكان جمهور برشلونة يهايط قبل المباراة واحنا نفوز، ورد الثار ما رد الثار حسب انه كان ثار قديم بين برشلونة وباريس، طلعوهم من ربع النهائي. الموسم الماضي لما برشلونة خسرت ضد انتر ميلان بدوري الابطال بنصف نهائي دوري الابطال وما صعدت للنهائي، كانت اكو اشاعات تقول من اعلام برشلونة انه برشلونة لو صعد النهائي بامكانها تفوز على باريس، واحنا انظلمنا واحنا الحظ ما قعد ويانا وهواي شغلات. انت انظلمت ما انظلمت، الحظ قعد ما قعد، انت ما صعدت وخسرت. الانتر اللي فاز عليك 7 مباراتين صعد نهائي وبلع 5 من باريس سان جيرمان. اعتبر هاي المباراة اللي راحت مال باريس وبرشلونة هي هاي النهائي. تخيل موجودين كل ذول المصابين اللي هم كفارا ودوي وديمبلي والمدافع ماركينوس كلها موجودة، تلعب ضدها بالنهائي، شو يسوون بيك؟ اذا الانتر بلع 5 تبلع 8، ترجع 8-2 عنيك. فيا اخي لا تهايط ولا تهوس ولا ما اعرف شنو. باريس علم عليك وبارضك وبجمهورك.